صباح الفل، صباح الهنا والسعادة. قرع عسلي اهو بايس كريم زبادي توت. هنا الترابيزات وشيكتها، بصوا الجمال. وهنا البول هاي تيبلز هنا عاملينها، دي الصاله، واحده من صالتين جمال جدا اير كونديشن. طبعا الفيو بره بصوا حلو ازاي. دي القاعه الثانيه ليذر سيتس تحفه تجنن، برضو اير كونديشن عشان لو الدنيا عمره ما بيبقى حر هنا. بصوا المنظر. بصوا هو نادي السيارات هنا في الاسكندريه جميل في كل اوقاته. احب اقول لكم ان نادي السيارات اتغير تماما تحت الاداره الجديده. 180 درجه اختلف. بصوا الشياكه، يعني بصوا هنا مثلا الماتس، الفود مات هنا والبليت ماتس مثلا، الكوبس هتلاقي كوبس في كل حته تشحن موبايل تشحن لابتوب، القعدات نفسها، الكوشنز اللي على الكراسي، الماتيريال نفسه تقعد تبقى مستريح. والله على جمالك يا اسكندريه. واو. انا في نادي السيارات بعد التجديدات، واخيرا تاني فتحوا القعده اللي على البحر. ياه، يلا رشفه كده وانتي حضرتك في الغروب. واو، لا بجد الله على جمالك يا اسكندريه، والله على جمالك يا مصر فعلا. سبحان الله، بجد سبحان الله. وبقى في راوتر كمان هنا يدي سبلاي، هنا انترنت، يعني حاجات اهو جامده جدا. النادي اتغير تماما. بصوا الكوشنز مثلا، الماتيريال نفسه لما تقعد لا مريح جدا، كل حاجه معموله بدقه وعنايه. القعدات اللي على البحر على طول دي في المنطقه الصخريه رجعت تاني تحفه في ظل الاداره الجديده. بصوا الكوشنز رجعت، يعني حتى التنجيد ذات نفسه القعده بقت مريحه جدا. بقى في البلاجز بقى كتير دي، نقدر نشحن في كل مكان في النادي. طبعا العيد هنا هيبقى رائع، المنيو رائعه بصراحه. المكان هنا يجنن، اجمل مكان فيك يا اسكندريه.